أصعب مشكلة ممكن تحلها. مش المشكلة العويصة، المشكلة اللي انت مش شايفها أصلا. وده بالظبط اللي ممكن يكون بيحصل معاك دلوقتي. وخليني أسألك سؤال، هل في حاجة بتتكرر في حياتك نفس المشكلة، نفس الموقف، نفس النهاية؟ كل مرة بتقول الناس دي مش بتفهم، الظروف مش مساعداني، أنا بعمل اللي عليا، بس عمرك ما وقفت وسألت وأنا ليا دور في اللي بيحصل؟ في الجهل مش معناه إنك مش ذكي، معناه إنك مش واعي، معناه إنك جوه الصورة لدرجة إنك مش شايف. زي حد عايش في أوضة فيها فيل وبقى بالنسبة له عادي، مش بتجاهله، بيشوفه كل يوم ومش حاسس إنه فيه أي مشكلة. زي واحد دايما مضغوط بيشتكي إنه مش ملاحق، بس مش شايف إنه بيقول لكل حاجة ومحمل نفسه فوق طاقته. بالنسبة له ده بقى طبيعي. أو حد نفس المشاكل بتتكرر في علاقاته، نفس النهاية كل مرة، وفي كل مرة مقتنع إن المشكلة مش في الناس، بس عمره ما وقف وسأل نفسه هو أنا ليا دور في اللي بيحصل؟ وخليني أوضح لك حاجة، مش كل مشكلة محتاجة حل. في مشاكل محتاجين نشوفها الأول، لأن طول ما أنت بتحاول تحل حاجة وأنت مش فاهمها هتفضل تلف في نفس الدايرة. والمشكلة الأصعب مش إنك غلطان، المشكلة إنك اتعودت، واللي بيتعود مش بيحس ان في مشكلة. طب لو المشكلة انك مش شايف، تشوف ازاي؟ الحقيقة انك مش هتشوف لوحدك بسهولة، لانك زي ما قلنا انت جوه الصورة. بس في 3 حاجات تقدر تبدأ بيها. اول حاجة، تسمع رأي حد بتثق فيه، مش اي حد فاهم وصادق هيقول لك الحقيقة حتى لو مش مريحة، مش حد هيريحك وخلاص. تاني حاجة، لاحظ النمط مش الموقف، مش موقف واحد حصل وخلاص، لكن الحاجة اللي بتعيد نفسها بقت نمط، نفس المشكلة، نفس ردود الفعل، نفس النهاية. واسأل نفسك السؤال الأهم، ايه دوري في اللي بيحصل ده؟ ما تجلش ذاتك، لكن خليك واعي. تالت حاجة، فرق بين جملتين، الدنيا ضدي وانا محتاج افهم انا بعمل ايه يخليني اوصل لكده. الجملة الاولى بتوقفك، الجملة التانية بتحرك. في فرق كبير بين انك تعرف الحل وبين انك تشوف المشكلة، لان طول ما انت مش شايف هتفضل تحل حاجة مش فاهم. فاسأل نفسك السؤال ده دلوقتي، الحاجة اللي بتتكرر في حياتي وانا لسه شايفها عادي؟ اكتبها برضو في التعليقات، مش للناس، لنفسك. الفيديو الجاي هنتكلم عن فيل أخطر، لأنه مش بيخليك تخاف، لا ده بيخليك تتصنع، تلبس ماسك وتصحى يوم مش عارف انت مين أصلا.